السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. انا جاي اتكلم معاكم النهاردة في موضوع مهم جدا. كنا اتكلمنا قبل كده في فيديو قديم عن ايه هي فوائد الخميرة للحمام، ولازم جميع المربيين الخميرة دي تفضل عندهم بطريقة مستمرة لانها قوية جدا 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 للقضاء على جميع الامراض عند الحمام. لو انت ما عندكش علاج ودخلت عند الحمام لقيت الحمام عنده مشكلة ديدان، الحمام عنده اسهال، الحمام عنده اي مشكلة معوية وما عندكش العلاج بتاعه، الخميرة دي كويسة جدا 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 لتنظيف بطن الحمام وعلاج اي مشكلة معوية عنده. لازم يا جماعة الخميرة دي تبقى عندنا على طول بشكل مستمر. كل ما تلاقي عند الحمام مناعته ضعيفة، صحته مش كويسة، عندك اختلاف في لون البراز، الحمام حاسس ان هو عنده ديدان، نعمل له جدول تحصين. مفيش افضل من الخميرة دي، الحاجة الطبيعية دي، ان هي تقضي على جميع الامراض اللي موجودة عند الحمام. الناس اللي بتشتكي ان الحمام بتاعه المناعة بتاعته ضعيفة والمناعة مش، الحمام ضعيف منه الحمام كاشش، مفيش افضل من الخميرة دي برضو اللي هي تنظف لك بطن الحمام وتبدأ تقوي لك المناعة بتاعته. طيب ايه ازاي نستخدمها؟ بنيجي نجيب مثلا السقاية بتاعتنا او نجيب على لتر مية، بنجيب حتة قد عقل الصابع زي ما انتم شايفين كده. بتشتروا طبعا الخميرة وانت بتقطعها بنفسك، بتبدأ تستخدم حتة قد عقلة الصابع كده وتبدأ تحطها على لتر ونص مية. يعني حاول كده توسطنها، كل ما تكبر كل ما تزود في المية. انا عندي مثلا السقاية دي 3 لتر، ببدأ اكبر الحتة واتخنها مثلا شوية كده وابدأ احطها في المية وابدأ افرطها زي ما انتم شايفين كده قدامكم في المية. الحتة اللي انا قطعتها بس اهي، الباقي ده انا مش عايزه، تمام. ابدأ ادوبها كده واقطعها وافرطها في قلب المية قدامي عشان تبدأ تدوب في المية وتبدأ تتفاعل مع المية. طيب اديها للحمام امتى؟ مفيش افضل ان انت تديها له على الريق الصبح، افضل وقت اللي انت تديها له على الريق. طب انت نويت تعمل الموضوع ده عند الحمام، حابب تعالج مرض او مشكلة عنده، بتبدأ اول حاجة ان انت تبدأ تعطش الحمام بتاعك من بالليل. يعني تبدأ تشيل المية عنده من بالليل وتبدا ان هو عطشان، وتيجي على الريق الصبح تعمل الخلطه والتكوين كده، تحط له الخميره على الميه وتبدا تستنى شويه تقلبها وتدوبها كده في قلب الميه وتتاكد ان هي دابت في قلب الميه وتبدا تديها له على الريق. طبعا كل الحمام هيشرب منها، طبعا ما تحطلوش الاكل دلوقتي، تبدأ تحطها له على الريق يشرب أكبر كمية منها. وبعد ساعتين بعد الخميرة ما تشتغل في بطنه، لو عنده مشكلة أو عنده ديدان أو عنده إسهال، تبدأ تنظف الموضوع ده ببطنه. وبعد ساعتين تبدأ تحط له الأكل في المية. طيب المية دي هسيبها طول اليوم. المية دي يا جماعة ما تتسابش أكتر من 3-4 ساعات عند الحمام. يعني ان انت ما تقولش ان انا مالي السقايه خلاص تخلص خالص، لا، ممكن الميه دي بعد وقت كبير تتغير طعمها او تقلب بضار عند الحمام. يبقى انت اي علاج او اي حاجه بتحطها للحمام بتسيبها خلال فتره معينه. الخميره تسيبها من خلال 3-4 ساعات. انا مش عايز الحمام غير يشرب منها على الريق وياخد اكبر من قدر عشان تنظف بطنه، وبعد كده احطها العلاج. حسيت ان فرد الحمام عندك تعبان شويه، هتمشي على الموضوع ده لمده 3 ايام لحد ما تتاكد ان فرد الحمام بتاعك كويس، وتبدا تعوضه بتقويه الطاقه بتاعته. تبدا تحط له فيتامينات، والخميره كويسه جدا، هي بتقوي لك المناعه بتاعته. دي مفيش افضل من الخميره، نستخدمها على فترات يا جماعه لعلاج اي مشكله او اي مرض عند الحمام لو ما عندناش علاجات. وزائد ان هي ممكن نعمل تحصين لو انت جايب جوز حمام جديد، شاري حمام حاسس ان انت مش مطمن له، بتبدا تديها له وتنضف له بطنه لو عنده مشكله بتعالجها. وبعد كده هتلاقي فرد الحمام ده بتاعك بقى بصحه كويسه وما عندوش اي مشكله ان شاء الله. انا حبيت اشارككم الموضوع ده يا جماعه، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.